ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدا العظمه بتاعت النهارده؟ يلا بينا. النهارده بنكمل حكايه بطلنا المتسوق موكودا والذئب بتاعه فال، وبنبدا بمشهد ليهم وهم بيتحركوا في الغابه، وبنلاقي موكودا قرر يركب على ظهر فال تاني، وبنعرف ان كائنات الغابه متضايقين من فال وموكودا علشان هم بيعكروا صفوهم. وفجاه فال بيقف ويرمي موكودا وبيقول له انهم لازم يقفوا يصطادوا من البحيره دلوقتي قبل ما يكملوا طريقهم علشان هو جعان. وموكودا بيضطر يسمع كلامه وبيفكر ازاي هيصطاد سمك، وفال بيقول له ان صيد السمك سهل، ولكن موكودا بيقول له انه صعب يصطاد سمك من غير صناره. ففال بيطلع برق من جواه وبيوجهه على البحيره، وكل السمك بيطفو على السطح. وموكودا بيتصدم وبيسال فال هو عمل ايه، وهو بيقول له انه شل السمك بشكل مؤقت وانهم دقايق وهيرجعوا لطبيعتهم تاني. فموكودا بيستغل الفرصه وبيجيب سله وبيجمع اكبر كميه من السمك ممكنه، وبياخد باله علشان ما يمسكش سمكه مسممه، بالرغم من ان فال قال انه بيحب السمك المسمم. بعد كده بنشوف موكودا وهو بيحضر السمك وبينضفه علشان يطبخه، وبنعرف ان اول مره يطبخ سمك وانه بيقلد وصفات شافها على النت. وفي الاخر موكودا بيطبخ 3 اطباق مختلفة وبيضيف عليهم خضار من الموقع بتاعه، وكمان بيشرب معاهم بيبسي، والاتنين بنشوفهم وهم مستمتعين جدا بوجباتهم وبيتناقشوا في ايه اكتر حاجة عجباهم في الاكل. وبعد ما بيخلصوا موكودا بيعلن انه بيحب السمك قوي وانه مبسوط انهم خيموا جنب البحيرة. بعد كده موكودا بيتكعبل في كرة طرية غريبة في الارض وبيتخض لما بيشوفها، ولكن بيهدى لما فال بيقول له ان الكرة دي عبارة عن وحش صغير اسمه سلايم. بس موكودا بيفضل مش مرتاح من الوحش وبيسأله لو الوحش ده بيأذي البشر، ولكن فال بيطمنه تاني وبيقول له انه اضعف من البشر بكتير. السلايم ده يا صاحبي عندنا العيال بيلعبوا بيه. فموكودا بيقرب من الوحش الصغير وبيلاقيه عسول وطري زي الجيلي، وبيعرف انه اتولد من 3 ايام بس، وده معناه انه لسه ضعيف جدا. وفجأة السلايم بيتحرك وبيعمل اصوات، وموكودا بيفهم انه جعان وبيوديه لترابيزة الاكل، بس السلايم بيبدأ ياكل الخشب والصخور مع الاكل، وموكودا بيستغرب. بس فال بيقول ان السلايم فعلا بياكل اي حاجة، وساعتها كمان بياكل الزبالة. ده انت كده مش سلايم، ده انت خنزير. وموكودا بيقول له انه مش شايف ان السلايم وحش، ففال بيقترح انه يسميه، وموكودا بيقرر يسميه سوي، والوحش بيبان مبسوط بالاسم. بعد كده موكودا بيروح الغابة وبيتدرب على قدراته السحرية وبيبدأ يحاول يتحكم في الصخور، وفال بيقول له انه يتعلم ببطء، بس بيهنيه انه قدر يكتشف قدرة جديدة، وبيقترح عليه انه يساعده يتدرب زي المرة اللي فاتت. ولكن موكودا بيرفض وبيبدأ يخاف لما بيفتكر رحلته في قرية الوحوش، وفال بيقرر يفتح الموضوع في وقت تاني وبيروح يشرب. وفي اللحظة دي موكودا بياخد باله ان سوي بيحاول ياكل ازازة المية بتاعته وبيجري يبعدها عنه، وبياخد باله كمان ان سوي حجمه كبر وبيخمن ان السبب انه بياكل كتير. وفال بيقول له انه جعان وعايز ياكل لحمة دلوقتي حالا، وانه مش هياكل اي حاجة من غير لحمة. ده انت يا فلا صاحبي خليت موكودا ده طباخ في المسلسل مش بطل. فموكودا بيبدأ يطبخ وبيعمل طبق لحمة كبير بالمكرونة، وفال بيستمتع بيه كالعادة. وموكودا بيقول له انه ما بقاش بيتقرف من لحم الاوريك لدرجة انه بقى بيهف عليه. ولما فال بيطلب طبق تاني، سوي بيبدأ يوضح انه عايز ياكل من اللحمة وموكودا بيغرف له. وبعد الاكل موكودا بيلاحظ ان سوي حجمه كبر تاني، وكمان بيتبسط لما بيلاقيه بينظف ادوات الطبخ بانه بياكل بقايا الاكل اللي عليها علشان يحاول يساعده. وبيبدأ يحس قد ايه فال انه اناني علشان هو على طول بيطلب اكل ولكن مش بيساعده ينظف. وموكودا بيبدأ يدلع سوي وبيشكره على مساعدته وبيشجعه ياكل اكتر علشان يكبر اسرع. بعد كده موكودا بيطلع حاجة حلوة وبيبدأ ياكلها باستمتاع، وفال بياكل معاه طبعا، وبيقول ان الحلويات دي احلى بكتير من المخبوزات. وبنعرف ان المربى اللي في الحلويات عجباه قوي، وموكودا بيقول له ان المخبوزات اللي فاتت كانت سادة. والاتنين بيكملوا كلام عن الاكل لحد ما بيخلصوا. ولما فال بيطلب تاني، موكودا بيقول له انه تعبان ومش هيقدر يعمل حاجة وبيقرر ينام. وتاني يوم الصبح بنلاقي سوي وفال صحيين، ولكن موكودا بيفضل نايم. فسوي بيحاول يصحيه بالراحة، ولكن فال بيزعق له بيقول له انا عايزه دلوقتي ضروري. ولما موكودا بيصحى، فال بيقول له ان في رسالة جات له بالليل من الساحرة نيرير، وموكودا بيفرح وبيسأله هي كانت عايزة ايه. ففال بيقول له انها عايزة تحقق له امنيته وتحميه من الامراض بس بشرط. فموكودا بيسأله عن الشرط،
وبنعرف ان رينير طالبة ان موكودا يقدم لها حلويات واكل من العالم بتاعه كل اسبوع في مقابل انها تحميه من الامراض، ولكن مش من الحوادث اللي بتسبب الموت، وانها كمان ناوية تساعده ينمي مهاراته في السحر. فموكودا بيسأل هو هيتواصل معاها ازاي، ففال بيقول له ما يقلقش من الموضوع ده علشان هي هتظهر في اي حتة، وبيقول له كمان انها طالبة الحلويات دلوقتي. فموكودا بيشتري الحلويات وبيسيبها على الارض، وهي من عالمها بتبتدي تاكلها باستمتاع وبتبدأ تمارس سحرها على موكودا. وبنعرف انها كانت طول عمرها نفسها تجرب الحلويات دي، وبنلاقيها مش عارفة تتحكم في نفسها وتبطل اكل. امال ساحرة ازاي يا خيبتك؟ بعد كده بنلاقي موكودا بيتدرب تاني في الغابة بعد ما رينير زودت قوته، وبيلاقي نفسه اتحسنت جامد وبيفرح بنفسه. وبعد التدريب بياكل شوكولاتة وقهوة، وسوي بياكل معاه. وبعد الاكل الاتنين بيفضلوا قاعدين مستنيين فال اللي بيكون راح يعمل حاجة ضرورية. ولما فال بيرجع بيشم ريحة شوكولاتة وبيطلب يدوقها. فال ده جاي في اي حاجة فيها اكل، فموكودا بيجيب له كمية كبيرة. وفي اللحظة دي رينير بتهمس في ودنه انها كمان عايزة شوكولاتة وقهوة، وموكودا بيستغرب علشان هو المفروض يديها اكل مرة في الاسبوع مش كل شوية، ولكنها مش بتهتم وبتقول له يديها شوكولاتة. وفي الاخر موكودا بيضطر يوافق. بعد كده فال بيقول له انهم لازم يمشوا من المكان اللي هم فيه ويكملوا طريقهم، وموكودا بيضطر يركب على ظهر فال والاتنين بينطلقوا. بعد كده فال بياخد موكودا عند كهف مريب في وسط الغابة، وموكودا بيبقى مش فاهم هم بيعملوا ايه هنا. ففال بيقول له انهم عند عيرين وحوش مش كهف، وموكودا بيخاف وبيسأله تاني هم هنا ليه. ففال بيقول له انه جابوا عند عيرين لطاقة المانا علشان يساعده يطور من سحره، وبيقول له انه لاحظ تقدمه في النار ما تقدمش غير لما واجه الوحوش، وبيقول له انهم لازم يعملوا حاجة تساعده يطور قوته الارضية. فموكودا لما بيسمع الكلام ده بيحاول يتسلل ويهرب، ولكن فال بيمسكه وبيحدفه جوه، وموكودا بيترجاه ما يخلوش يدخل علشان هو خايف. ولكن فال بيقول له انه اكتشف العرين الصبح وما لقاش فيه غير وحوش ضعيفة، وبيقول له انه لازم يقوي نفسه علشان هو مش هيقدر يحميه بالحاجز بتاعه على طول. وسوي بيتفق معاه، فموكودا بيقرر يستسلم ويدخل العرين، ولكنه بيقرر انه محتاج ياكل اكل من الموقع بتاعه الاول. وفي ثواني بيكون اشترى وجبات كتيرة شهية من الموقع بتاعه، وبيوضح لفال ان الاكل بتاع العالم بتاعه بيقوي اللي بياكله بشكل مؤقت. وفال بيفتكر احساسه لما اكل التوفو ولحمة العالم بتاع موكودا، وبيفهم خطة موكودا. بعد كده موكودا بياكل كل حاجة قدامه، وبيقول لفال انه هياكل اصناف مختلفة علشان هو مش عارف ايه اللي هيقابله في العرين، وانه بياكل انواع مختلفة علشان يقوي نفسه باي شكل متاح وممكن. وطبعا فال وسوي بياكلوا معاه، وسوي بيبدأ ياكل الأطباق مع الأكل، وبنعرف إن سوي مستواه بيعلى لما بياكل حاجات مش بتتاكل زي الطبق والصينية. وبعد ما كلهم بيخلصوا أكل، موكودا بيستخدم قدرته على التقييم وبيقيم نفسه، وبيلاقي إنه فعلا بقى أقوى. وكمان فال وسوي، وفال بيقول له إنه ملوش حجة دلوقتي وإنه لازم يدخل العرين، ولكن موكودا بيفضل قلقان، بس بيقرر يسمع الكلام وبيقوم وبيرفع السيف بتاعه وبيدخل العرين مع فال. وجوه العرين بنلاقي فال بيزق موكودا علشان بيبقى مش عايز يتحرك، وفجأة وحش من نوع السلايم بيظهر لهم، وموكودا بيتردد في قتله علشان سوي بيبقى معاه. ولكن سوي ذات نفسه بيطلع حمض من بقه وبيدوب وحش السلايم، وفال بينبهر بقدرته وبيهنيه على جرأته. بعد كده وحشين سلايم تانيين بيهجموا على موكودا، ولكنه بيستخدم قوته الأرضية ضدهم والوحشين بينفجروا، وموكودا بيبدأ يثق في نفسه. في نفس الوقت بنلاقي سوي بيقضي على باقي وحوش السلايم، وموكودا بيستغرب لما بيلاقي بقايا السلايم بتتشفط بسرعة في أرض الكهف. وفال بيوضح له ان العرين حي وانه بياكل او بيشفط اي حاجة بتموت جواه. بعد كده وحشين من سلالة الارانب بيهجموا عليهم، وموكودا بيستخدم سيفه ضدهم، ولكن فال بيفكروا ان المفروض يستخدم سحره علشان ده تدريب. ولما وحوش القرية بيظهروا وبيهجموا على موكودا، فهو بيستخدم كور النار ضدهم، ففال بيفكروا انه جاي يدرب قوته الارضية مش النارية. وكل ما بيدخلوا جوه العرين اكتر وحوش تانية بتظهر، وموكودا بيتسائل ليه الوحوش بتهجم عليهم هنا ولكنهم بيتجنبوهم في الغابة. ففال بيقول له ان وحوش العرين بيعتبروا اي دخيل عدو، وانهم مش بيهتموا اذا كان الدخيل قوي او ضعيف. بعد كده وحوش من سلالة الدببة بتهجم عليهم، وموكودا بيهرب، وفال بيقول له يقاوم. فموكودا بيستخدم قوته الأرضية وبيقتل الوحوش وبيتبسط بنفسه. ولكن في اللحظة دي ملك وحوش الدببة بيظهر وبيبقى
بيبقى عايز ينتقم من موكودا، وفال بيحذره ان الحاجز بتاعه السحري ممكن ينهار لو الملك لمسه، وبيقول له انه لازم يتجنبه، وموكودا بيستخدم قوته الارضيه ضده، والملك بيبقى خلاص هيقع، ولكنه بيمسك نفسه في اخر لحظه وبيرجع متعصب اكتر من الاول، وموكودا بيحاول يهجم تاني ولكن مش بيلاقي نفسه قادر، وبيخمن ان المانا جواه ضعفت، والملك بيهجم على موكودا وبيلمس الحاجز وبيبدا يستنفذ طاقته، ولكن فجأة سوي بيهجم عليه بالحمض بتاعه وبيحدفه عليه وبيدوبه وبينقذ موكودا. بعد كده موكودا بيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه بره العرين وسوي جنبه، ولما بيشكره على مساعدته سوي بيرد عليه لأول مرة، وموكودا بيتصدم وبيتبسط بسوي اللي بدأ يتكلم، ولما بيشوف تقييمه بيلاقيه وصل للمستوى السابع، ولما بيشوف تقييم نفسه بيلاقي مستواه عند السابع برضه، وبيلاقي السحر الأرضي اتسجل عنده كقوة وبيفرح. وفي اللحظة دي فال بيظهر وبيبقى متلحوس بالدم، وبنعرف انه راح اصطاد واكل علشان يصبر نفسه لحد ما موكودا يفوق، ولما بيشوفه بيطلب منه انه يطبخ لهم اكل من العالم بتاعه، ولكن موكودا بيسأله لو هو كذب عن الحاجز لما قال ان الملك ممكن يدمره، وفال بيقول له انه قال كده علشان يشجع موكودا وما يخليهوش يعتمد على الحاجز. بعد كده موكودا بيطلب اكل من الموقع بتاعه، وموكودا بينقي المكونات من الموقع وبيطبخ بيض بالفراخ، وفال وسوي بيعجبهم الاكل تاني وبيطلبوا تاني، وبعد الاكل سوي بيقول على فال عمه فال، وده بيخليه يتعصب وبيزعق له، فسوي بيعيط وبينط في حضن موكودا، وفي الاخر فال بيضطر يوافق ان سوي يناديه عمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.